السلام عليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الحمد لله. ويريدنا نشرفلو، ويريدنا نوينأو، ويريدنا أفزال علم تير الله تلدين طرار وصفتار ترساشن دوم أرزوا الله ترسنشنا الله تلدين طرار أو قايد داير كارخنا يجيلشون إن شاء الله. الله تلدين صفترا صوت قايدك يلدا. بسم الله. صد لهاي قيدا ثلاث طرق لإثبات صفة لله. الله تلدين صفة تستقرون بطل إثباتهم بطل چاز بدرقوا. صد لهاي دي قرآن وسنة دا چختون، قرآن دا وسنة دا اتون يعني نصتون. الله تلهاي وال ويبقى وجه ربك. الله تلدي چي مغزوة هذا وجه مغزوة يعني فيرق إزوا سا الله مغزوة سبحانه وتعالى. إنا الله تعالى دي تستقى شز الله نكي خبار نكي الوجه صفته وقعد لها يدني الله تعالى دي طرارة هار ستورسا الله تعالى دي صفته ويدها. مثال يز القدير إما الله تعالى دي طرارة يعني القدرة قدرته وصفته الله ديس سبحانه وتعالى. وبود لها يرقني الله تعالى دي عمل الله شاشير جزوا صفات. مثال يز الله سبحانه وتعالى وشي لها يوال وكلم الله موسى تكليما. الله تعالى كلام دل دي موسى دي غاز رخنا يعني إن رخدي كلام صفته والله ديس سبحانه وتعالى. كوريل دي تكرار قينشنا الله تعالى دي صفات هرشد هنا چيرجدا بدر قوة. صد لهايدي قرآن وسنة دا يعني قرآن دي آيات وياكي حديث التايلا قعد لهايدي الله تلدي طرارة وشلايت الله تلدي هارسة ورسة صفته ويدي بود لهايدي الله تلدي أعمال را. القاعدة الثانية قعد لهاي قيدا نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. الله دين ورسول دي صلى الله عليه وسلم الله تعالى ديز تستقار نوي يعني إثباته نوي صفتار چنا تستقار زوا قبول زوا عقيدة أما إثباته زوا أما تحريف تعطيل تكييف تمثيل قلا چيز يعني صد هذا تحريف وشيا هذا معنى دقي شرون وياكي لفظ دقي شرون لفظ دقي شرون لها يعني القرآن دي آيات هر دقي شرون لها اللي أما تاريخته تميل كان ويدي أما يعني أم جدي كل أختوش أم سنية أوردني أم حاسات بين القصد ويدي وحمدك الله تعالى ديز تحريف قفني قعد لها معنى يعني معنى دقي شرون مثال استوى قفني معنى وش لها الاستوى لا معتزلة الوزوية قفارية. أما أهل السنة والجماعة دي يعني السنة وينيق أزوي وتكون تونا قرآن وسنة دو قوات جزوي جماعات أهل السنة والجماعة دي تحريف يزويتوش يعني معنى دي شعر زويتوش يا لفظ بيان حرفار بوكو يار قفار كلمة يار دي شعر زويتوش قرآن دا وسنة دي تنوي الله تولدي صفات ركارة خنوي قاعدة هذا المشتير تعطيل إزوشنا يعني الله تولدي يجي خواتونوي فارز عقيدة الله تولدي انترار وصفاتها چنا إنكار يزوش يعني الله تلدي صفات التايلا هذا معنى إيكيا أم أكيا وچنا قبول داش وأم أكيل تشبيه جزو خير أو خلو أخشار جزو خير يعني وي فيلسوفيا وي قفار أبو الويري قريختي أنا وز قدرنا قرآن دا والسنة دا وشتان وتا قبول زويده وبود لهايديني تكييف يزويتوش يعني مثلا الله تلدي صفات اليد إيكيا إما اختيار ويتش شريعته وياكي هيكا اكتسوال جزني حرام يبدعيا سلفرون صحابة رختشير وقود لهايديني يعني الله تلدين طرارشنا تستقار يزوا تمثيل قلشيز يعني الله تلدين صفتار مخلوقات رين صفت رز أخشار غيزواش وشيز لهايتا أم كفر يدين دا قصويدي الله تلدوش لهنو القرآن دا ليس كمثله شيء آيات خرلا آيات خير الله تلدز أخشاروي سشنوي تشوا أم هار سشة وان قزوي أقوزوي دي فكر جزوا إنا أخشار أوش لهنا ولا أخبار وشين صفات ركارخنا أهل السنة والجماعة ده حق زويده
أخبو چين صفت ركار أم هارسا شيء أكوزوي هارسا شيء وان قوزوي دلهنا إنسان دزني وان قوزو أكون نيزو الله تعالى دز وان قوزو أكون نيزو أما إنسان دين وانتو أكون الله تعالى وانتو أكون شستوش ويشي هيك الله يخيتا هاكا الله تعالى دز وان قوزو أكوزو وچنا تستقاريز وإثباتيز وإن صفات الله دي سبحانه وتعالى وهكذا الله سبحانه وتعالى دي إخلاص سورة الله وال ولم يكن له كفوا أحد الله تعالى دي تيتوش خيتوش برانبار خيتوش أخشار ويدي خيتوش أويتوش فكر سيسخيار قعد لها أسر دي إمام تير الأوزاعي دي الهزوة رحمه الله معلوم عند أهل العلم من الطوائف أن مذهب السلف إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تكييف علم أهل ريز إمام ريز معلوم يا سلف رخ قرآن دي آياتار وحديثار الله تعالى صفات ركار خزو بر أتايلا هيك وطع حق قبولون تأويل قال چيز تحريف قال چيز تشبيه قال چيز وتكييف قال چيز تأويل لهيلا هذا معنى إيكيا هذا معنى الله ده چيدا تفويض يزوا وياكي تأويل يزوا و أراب جلال هيك غور ده قزوات حقا تحريف هذا لفظ يعني حرفار كلمة يار ديگه شرون وياكي معنى ديگه شرون وياكي الله تلدين صفتار أخشت مشون وياكي إختين دي أختين دي لهون وياكي أم هيختين دي لهن سؤال گون إبور غلا چيز سلف رو إثبات هون قبول نويدا فكر الخير أبو القاسم التيمي الشافعي رحمه الله لوزكي مذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وأحمد ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهويه يبرو يريد مذهب يبرو قعد لهاي وبد لهاي أسر دين إمام عليها أبرو يريد مذهب الله تعالى تورار وصفات التايلا لوزكي أن صفات الله التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم من السمع والبصر والوجه واليدين وسائر أوصافه إنما هي على ظاهرها المعروف المشهور من غير كيف يتوهم فيها ولا تشبيه ولا تأويل هاويري إمام ري الهزويتير صفتار قرآن دا أتنوي أن الله تعالى وشل سيغنوي ورسول الله دي صلى الله عليه وسلم الله دي كارخانوي خبرغنوي صفتار مثال يز ونتو أكون الوجه چي غلير وويري قرآن دا وسنة دا تنوي صفتار إبوشنا عرب جلال هيك غور دا قزوتها فينيلا ظاهر هيك معروفيتا هيك چاز معلوميتا مشهوريتا تكييف قلشيز تشبيه وتأويل قلشيز قبول زوا يعني إنسان دين قليز قده والإيكا اشتكتي تفكرار وياكي هيك الله نسوال نواش وعن صفتها رخشات مشتوش وياكي ما سمعنا قزوش حقا قليز قده سبعزي فيلوسوفر إزويشيز تأويل إيمير الهزوة تفويض قلورنوشنا معناه معلومية سير أعلام النبلاء العلو للعلي الغفار تبرز تماشى كوا فكر تسخيار شفيت تير إمام ابن خزيمة توحيد كتاب دوش وزوتا چنا يعني عالم ري هاندي وردين وويري عالم ري حجاز دوي مكة مدينة هاندي وردين ها تيهاما يمن عراق شام مصر ويري عالم ري مذهب يعني عقيدة تيرو دا يعني إثبات هنا تستقارن وصفتها تستقارن نقر بذلك بألسنتنا مثل هزويتير ونصدق ذلك بقلوبنا وركيب دي اعتقاد زويتير إماغا ويتير الوجه لها الجين لها إله البيت مخلوقات أخشار غون تونا عز ربنا الله تعالى فينيا أخشار تشتت شيء نزني وجل ربنا عن مقالة المعتلين الله تعالى تعرف ليا فينيا إي معنى جرزوي معتزلتار جهمترين غفار الله شيخ الإسلام ابن تيمية الهزوة رحمه الله مجموع فتاوى ده أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الرب تعالى بائن من مخلوقاته يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل
سلف ري إجماع ونودي ويري فهم دل سقفنل ويري إمام ري سقف لوزويتي جي ربي الله عز وجل مخلوقات ركا قيل دي أكاك نويتوش عارش دالله دي أما علم وير نويدي وش لهنا الله تعالى عارش دالله مخلوقات ركا كاك نويتوش مخلوقات ركا قيل دي وقرآن دا وسنة دتن وصفتار تصديق أرزو جي عقيدة يا إثبات يزو قبول زويدي چنا وهكذا رسول دا قوز تنوي حديث راخ أتنوي خبرارني الله تعالى دين صفت ركاي صلى الله عليه وسلم سلف رهيك قبل نوا تحريف تعطيل تكييف تمثيل قلا چيز چنا لهاي وال بود لهاي قاعدة الألفاظ المجملة في غير النصوص يتوقف فيها حتى يعرف المراد أختين غفار معناه ويكبر معناه يراوي قرآن دا والسنة دا التن وشير وسلف رو يا أول هنوش يا وش هنوش أختي غفار چنا الهدش چنا أقوز وهنال تا معنى چير جدل دي مثال يز الجهة يعني الله تعالى ارچي پتوني چپلا پتوني اختي غفار يعني ستورانا این گف چنا الهدش اگر düzgün معنى آواز لهوز كيتي جنن قبول جدا أما چرو معنى آواز قبول جداش يعني الجهة مخلوق معنى دا لهوز بس كيتا باطل يام قبول زوش وچيز لهايت الله تعالى مخلوقات رك أكاك نويتوش إجماع سلف رون إن الله بائن من خلقه الله تعالى مخلوقات رك يرغاليا قلديا وأما الجهة لهايلا مخلوق تشير معنى دا لهوز بس كيتا شنا قبول زوا وچيز لهايت حتى أيالرين غلاز دي سوزرين غلاز خالق دكار خدايلا إكنا ويني سو قلور زويده سبحانه وتعالى وش لهايت الله تعالى عرش دالله عرش ديز محتاج تشيز وأدن علم ويرين ويده مخلوقات ركاير غالية قيل ديا أكاك نويتش سبحانه وتعالى باكتير ويني أوي ربي قد لهاي قيدة إثبات الصفات مفصل ونفيها مجمل قرآن دا وسنة دا أتنوي چنا تصديق أريزوي إثبات إيزوي صفتار ست چنا إثبات إيزوا وقبول إيزوا وأما الله تعالى قرآن دا وسنة دا إنكار ونوي صفتار أبر أبشي إنكار نو فكرتي الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو همية الله يا أدل غيره عبادة لا يخمس إله وجه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون يعني الله تعالى چی تورار البته هر ستورته صفت نویده بشین تورار سس چیز بیان گزوا يعني حق تصديق عليه حق قبول الله جل واما چنا انكار وفارس دير قبول تون كان زو صفت كار خدا الى الله تعالى دي ليس كمثله شيء الله تعالى زخشار وسش نويتوش وما سيحتلانو كي ولم يكن له كفوا احد سادني الله تعالى دي تايتوش دي اويتوش هيتوش واد لهي قاعده صفات الله صفات كمال لا نقص فيها الله تعالى دي صفتار كامل صفتاريا ويري تعرف ليا نقصان ويتوش ان شاء الله قاعده قرآن دا وسنة دا يعني ويشل قوان ويشل اسكوس وينيز تورار چاس خبر غن والله دي سبحانه وتعالى وهاغاني ويشل وينيز چاس قرآن دا وسنة دا صفت ركا خبر غن وما صفت تني نقصان ويتوش ويري كاملية تعرف ليا فكرة الله سبحانه وتعالى إنسان ركا رخدايلا الله تعالى غير مصبر عبادته إيزو بركا كلي والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهار باطل بتر غتار الله تعالى غير حوريز دعايز عبادتي زوبور أبور چب مخلوق بريا چبي واسشين خالج دويتوش قين ويبوريا جان الله يبورتوش وچبيز مسركا قرغار خيدت انجيز ويتوش يعني فكر جزوا باطل إله ركار خدايل الله تعالى هبرين نقصان ركار خزوا أما الله تعالى أكتي نقصان رويتوش باكتير ويني أوي رب ديس سبحانه وتعالى فكرتي إبراهيم پیغمبر دوشين
ببادز الهزوة إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إن هي إبراهيم يشين ببادز لهانو ده أي چانزي ببا ونا الله تعالى غير أن واقعين تيزوي أكوان تيزوي وسچنين كمه قون تيزوي برزنو وش عبادة تيزوي رقود لهاي قايدة صفات الله تحمل على الحقيقة. الله تعالى صفتها القرآن ده وسنة ده أتايلا شنا حقيقي وين الله هيك عرب جل غور ده قصوته حق قبول زويده حقيقي قبول زويده. يعني مثلا غير لهاي لا هذا معنى قدرتي نعمتي قوتي و غير غير لهاي ده بس أخشار جزو خير صحابة رانغ فار لهانويتوش هيك تنوت حق قبولنا. الله تعالى شيء هيك الله يخيطه ني مخلوقات رز أخشار يزوتا هلبت أما دين سوز كافرية. صحابة السلف رز أخشار جزو خير إتقف لهاي تشابرس كتشاكيتش كذا وشيز كتشاز ويديه بروبليما تشاوا مشبهة كوية كنت أخشات مشتوى الله سبحانه وتعالى شرو فكرات في قليز قعزوه أيقف هنا زو سبوتين يا أشعري الهزويدي ما تردي الهزويدي ونا الله تعالى ديز أكواز الهزواني إيه چنانه الله تعالى ديز أكواز الهزو في أكوني الله تعالى دي أكون صادياني و الله تعالى غير لهاي لا ونوش غير الهزوش يعني في غيرنا الله تعالى دي غير صادياني و قبول يما هماني ها صفات قبول وإن صفات قبول وش أموش هاجله چازكو فيلسوفي جريكتوش چون سلف رنقا فيزو شبويور فكرة طبقات علماء الحديث كتاب ده محمد القصاب الكرجي قد لهاي أسر دي شمش كان ويا الله ده رحمة الله الهزوة كل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم فهي صفة حقيقية لا صفة مجاز. يعني أختم أنا وياكي هذا ما نشنا الله ده الهزوة إيك الهزوة توش قرآن ده وسنة ده تنوي دي حقيقي فينيلا عرب الله هيك هور ده قزوته حق قبول زويدي. فكرته ابن عبد البر المالكي رحمه الله قد له وضع أسر دي شمش كانوي أجمع أهل السنة على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة كلها والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز. إجماع كلي أهل السنة لهنوها سنة وينق أزويبور أهل السنة إجماع وكي قرآن دا وسنة دا أتان ويقون صفتار إقرارون قبولون وإيمانون وحملها على الحقيقة. عرب الله هيك وينلا حقيقي ظاهر هذا هيك غور دا قزوتا هاك قبولون مجاز و يعني هذا معنى إيك وياك هذا معنى تشدش الله هذا الهدى و فكرته لهوز أبو عمر الطلمنكي المالكي رحمه الله واد لهي أسر الدنيا لا فين ويده لهوز قال أهل السنة إمام مار سلفار صحابة تابعين تابعين يعني السنة وينقون ويبور قال أهل السنة يعني أهل السنة يبته الرحمن على العرش استوى الرحمن عرش تو استواء خنوه يعني على وارتفع إمام بخاري دبشي صحيح كتاب ده سلف نقفار قاوروا على وارتفع الله تعالى عرش تو خكاش خنوه هيك إن الاستواء من الله على عرشه على الحقيقة. هذا معنى رجل هيك غور دقزوته حقيقي ظاهري شنا حق قبول زويديه لا على المجاز. هذا ما سمعنا واجتمعنا وتصود معنا والله أعلم الله هذا الهدى و يريد هاي قيدة تعطيل الصفات يلزم منه إنكار الذات. الله تعالى صفتها الإنكار الله تعالى إنكار وردايا سبحانه وتعالى هكتير ولي جهميتريز سلفرو تكفير نويدي كافر لها نويدي الله تعالى صفتها معنى جورنا قبول تور ولي الله تعالى صفتها تصديق تور ولي يعني الله تعالى إنكارنا قبول نوش لهنا إماغ نوش لهنا كافر لهنا تكفير نويدي. فكرتي قعد لهاي أسر دي شمش كانوي داود بن رشيد الهزوكي رحمه الله إذا نفى الصفة فقد نفى الموصوف وعطله يعني صفة إنكاره فيش إنكاره دايا
يعني مثلا الله نسكوي الله تعالى قدرت صفته وش أو كودا صفته وش وان قدا صفته وش الله تعالى وش لهاي جل يعني كافر يما. إمام ابن خزيمة الشافعي دول هذا يدير كتاب توحيد ده رحمه الله، لأن ما لا صفة له عدم صفته وش يدي يعني بيش وش لهاي جل. فكرته سلف ركاتير حماد بن زيد وش رحمه الله إنما يدورون أي الجهمية على أن يقولوا ليس في السماء إله. جهمية ها القز ها شبين غفار الفيلسوفيا يعني صفتار إنكاريز معنى إنكاريز تعطيليز هكا لهوز كازو كي سوا سمادا الله وش إله وش قاتلهم الله دي قريبور زا الله دوات على بزوا زو أخر مجينا فيستل دي سلفر وي جميدا زو أود توري الله دي سبحانه وتعالى أخذ كازوت أخيشه هل جيشتوش جميدين ركرا رقية مجد لها قيدا القول في صفاتي كالقول في الذات. الله تلدي صفتك رخان سوشتن لهم الله تلدي ويشيك رخان والله يجعله. مثال ياز إنسان رخزوا الله تلن رخزوا مس كان كيتا ونيخلص كان كيتا هيك كان كيتا. اگر لهایت انسان دی الله تعالی رخون انسان در رخون صدیا و هيك اخشاريا اما الله تعالی ويش مخلوقات زخشارن الله تعالی يعني الله تعالی صفتك رخون ويش كرخون الله تعالی سبحانه وتعالى باكتير ويني اوي ربي ساشو انيزني سادز نخشار اوي دشما كود لهاي قايده بعضي الله تعالی صفت رخان يعني چروك رخان الله تعالی ویری صفت رخان الله تعالی يعني الله تعالی که حاجة چورك رخان الله تعالی الله تعالی هاي وال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض كنا إن كتاب دي سبينك إماغنا بكيك بينك إماغين ديز كافر والدنيا قد لهاي أسر دا دنيا دلا فنوي إمام تير سلف يحيى ابن معين الهزوى رحمه الله إذا قالك الجهمي كيف ينزل فقل كيف الصعيد. ابن بطة رواية نوع جهمي دي وزلهايت وزوا الله تعالى هيك ويتسوي ده بس حديث أخير هاري فيز الله تعالى صد الله سبحانه ويتسوا إن حديث إنكارز كان زوي جهمير ويك جهميرين خسات هروي بروا چي ديور دنا ويده أبرزاق أوكي چب أشعريار مطرديار كيز چيز وش كي جهميرين خليري چب جهمير لهايتا الله تعالى هيك ويتسوا هذا وليك بات قوم بطل خاكيان بطل لحظوا هيك عم خكاش كان ويده فكرته ابن عبد البر المالكي الهزوى رحمه الله الذي عليه جمهور أئمة أهل السنة أنهم يقولون ينزل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدقون بهذا الحديث ولا يكيفون والقول في كيفية النزول كالقول في كيفية الاستواء والمجيء والحج في ذلك واحدة. أهل السنة دي إمام ري جمهوري لهزوي ده پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم حديث الهاي وال تصديق أرض ويده حديث الله تعالى اويتس والهاي وهيك الله هنا ويكما سمعنا قزويتوش which is لهاي دا ها الله تعالى اويتش إن نزول صفت رخانس خوي استواء ويكي المجيء صفت رخان ويكيزيا هكي لابد رخزويتوش وثبوت حجني حاسدية صد هاي قيدة معاني صفات الله معلومة وكيفيتها مجهولة. الله تعالى صفتري معنى چیز معلومية چه چیز بيدي عرب چلنا اما هيشتين ديا چیز بيتوش يعني استوى على العرش لها إله الله تعالى عرش تل خكاش كنا هاي جله هيك خكاش كانوا چیز الله دين ورسول دي خبر گنوش سلف رناك سوالار قديت چير صحابه رناك سوالار قديت چير پیغمبر عليه الصلاه والسلام ایت سوالار گوني بدعيه كل چیز وش يا چناك سوال گوني دش مثال ياز الله تعالى قريزو حديث را چاز اختي صفتتن والله تعالى دي اما هيك قريزو چاز خبر گنوش الله تعالى رخزو ايويتسو هيك رخزو هيك ايويتسو چاز اي خبر گنوش الله دي سبحانه وتعالى
اما عرب جلال چون غورده قزوة الله تعالى هو إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. حقيقة تشنا إن قرآن عرب جلال أونوا كي عقل دي قطو دايوال. وما سيحتلانو كي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن يقولون كتاب قرآن مبارك تبيا يعني جزاء خيرا روي دائم. القرآن رقون ويديا ليدبروا آيات ريز فكر قوم بطل فهم قوم بطل وعقل صاحب ركال قوم بطل غورد قوم بطل. يعني قرآن دين بود بيكا سباي الله تعالى بشي كارا خزويده يعني طرار وصفة تاريا إبرن چون غورد قانتي إسخيلا أدا مقصد چور كنه كي يعني أمرا قرن ودي كي چون غورد قرأي وش لهناي فهم قوم بطل فكر قوم بطل ركال قوم بطل عقل دي قاتون بطل. إنا جعلناه قرآنا عربي عرب جل رقون ويدي يعني أي شريط على الهزو برو و چیز الهزو كنه أچه چیز بيتوش چیز وخير وز ما معنى وش چیز وخير وز فكر تها كذا چیز وي ها إمام ترمذي رحمه الله وشين سنن كتاب دا وش الهزو تماش بود هاي أسر دنيا دلا فين ودي رحمه الله يو الله تعالى صفات ركار خزوة يؤمن بها ولا يتوهم إيمان غيز ويده توهم يزويتوش يعني هذا معناه تشدش أو يك هذا معناه يكون ميكونية أكون ميكونية ويك الله دلوهية إختين توهم يزويتوش وهكذا ولا يقال كيف أم هيك لنا أختي سؤالني جوزويتوش. هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن مبارك وأنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف. هيك رواية تنوى يعني ويش يسويشلا يليك يشمش كانوي سلف رين إمام رين غفارة عرضوا إمام مالك سفيان ابن عيينة وعبد الله بن مبارك قبل ويرد الهوز بيترول دا أمروها بلا كيفين يعني هيك الهن سؤال قنتونا هكا قبولية حديثار آياتار الله تعالى ترار وصفتار تكسها قد لها أسر دا يشمش كانوي إمام رين غفارة يعني وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. هيك علم أهليري أهل السنة والجماعة دي حق الله زويتير أهل السنة والجماعة وش جالتير سنة كجل كنوي سنة وينق أزوي تعزيم زوي وجماعة تير يعني تشكي زوي تشبر قرآن وسنة كالله تعالى القرآن ده هيوال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الله تعالى يبيك جلك إك وتشكمير يعني السلف رون فهم دل اختايلك وجز بدبر أهل السنة والجماعة حبر الهوز بيده. فكرته إمام مالك كان شيختي ربيعة وإمام مالك يوشيوش لوزوة تماش رحمه الله. إمام الدارمي من رواية هزوا إمام مالك وخبار قنويتير الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ الرحمن يعني الله تعالى عرش تل خكاش كانوا استواء كانوا هيك خكاش كانوا هاي لا خلة إمام مالك رحمه الله هنكي الكيف غير معقول أم هيك خكاش كان وتا اللي واقع توجز وش تشز معلوم توش يعني هي معلوم جدا كي تشز خبر كانوش خير الله دي سبحانه وتعالى. والاستواء منه غير مجهول أما خكاش هون قاف استواء قاف مجهول توش يعني معلومية غور دق أزو عرب جلال تشيز ومعناه وشيتا. والإيمان به واجب أما إذا إيمان غو واجب يفارد وش لاتا قرآن دا شموت قدل تنوى استوى على العرش له استقرار والله سبحانه وتعالى عرش تلخكاش كان الله إما واجب يخير تكاد دين دا قص ويده القرآن دين ساياتك سقفينك إما وانتون دين سوز واليه. والسؤال عنه بدعة أي إخت سؤال جوزني يعني هيك الله تعالى استواء كان ويده خكاش كان ويده عرش تعالى إيجا سؤال جوني بدعة سلفنا رختش صحابي پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم جنوا سولتش يعني جو حرام الله جل صد الله قيدا التفويض شر من التحريف. تفويض تحريف لاني بيسيا شرية تفويض لها إلا يعني ضرار وصفات معنى چیز وش الله دلوهين لها جل هما تحريف لان بيسيا تحريف لها إلا مس معنى قون مثال يز اليد لها إلا قدرة معنى قون استواء استولى معنى قون الله تعالى هنو القرآن ده ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء چنواز يا محمد قرآن رقون وكي هرس شيء بيان يز قرآن دين بود بين كاسباي الله تعالى دين تورار وصفة تاريا إذا معنى چير تخيل عرب جلال
این بیان خنا سيقعد لهاي قيدا صفات الله ثبوتية ومنفية الله تعالى تصديقار نوعي صفات روا وإنكار نوعي صفات روا تصديقار نوعي صفات روا مثالي از الله تعالى هر شيء چیزوا الله تعالى دائم ريق انتيز ويديه وإنكار نوعي چاز حق اللهون قدغاء نوعي صفات هار مثالي از أخوراو في غلطهم إنسان ريز مخلوقات ريز ظلم إيديدي وهكا يقول ويري الله تعالى إنكارونه صفات لهاي قاعدة صفات الله ذاتية وفعلية يعني الله تعالى ديز ذاتي صفة روا فعلي صفة روا يعني أحد صفة روا كي الله تعالى دائم بريا مثال يز الله تعالى ديز وان قوز ويديا أو قوز ويديا مثلا غيليا فيليريا خبار قنوي صفة الله دي سبحانه وتعالى القرآن ده والسنة ده أحد صفة روا كي وچيز كان خيلي جزوي قلتون الشغل مشهون أحد صفات روا كي دائم برنيا وكان خيلي جزوة مثل كلام رخون الله تعالى ديز كلام صفته وهكذا وچيز مس كان خيتا نيخ غلز كان خيتا هيك كان خيتا رخجزوة سيقول لها قيدا صفات الله الفعلية قديمة النوع حادثة الآحاد الله تعالى فعلي صفتار أداز أول ويتوش يا أخير ويتوش أما أحد صفتار وكي أداز حادثة الآحاد لهزوة يعني أحد صفتار وكي الله دي سبحانه وتعالى وچيز كان خيلي جزوة مثلا قلتون الشغل مشهون أحد صفتار وكي دائم يز چنا تصديق عرض وحدث هان صفتار أول هنا وهكذا الكلام الله تعالى دائم صفتنية وچيز كان خيلة رخيلة چنا هدز وش لهزوة حادثة الآحاد الله تعالى هزوة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون حقيقة الله تعالى شيء كان خيلة أداز خخله هزوة عماني جزوة دي يعني خخله هون تونو جزواني يجي لي خلنا هاي جري يعني يجي لي خاي وش صفته كلام صفات البته الله تعالى ديز دائم تير يقل أغلى وشير قديم صفات تير كلام ويده سبحانه وتعالى في كتاب إمام أحمد الغفاري رحمه الله الرد على الجهمية والزنادقة كتاب دلوزوا إن الله لم يزل متكلما إذا شاء الله تعالى دائم يز يعني كلام صفته ويده وچيز كان هيدا رخص ويده وهاكان كري أكاكي استخويها معتزلة ركا ويك بداية على ركا جيستخويها يعني الله تعالى كلام صفات مثلا إيق إلى أنقل وشير محمد پیغمبر ديز صلى الله عليه وسلم قرآن را قرده بس رخانو خير قرآن هذا كلامية هذا قفارية هما مخلوق جزواني يعني هاد لاوليك أول صفات أخبا ما كان رخانو ها صفات مخلوق يعني و دين دا قاس ويدها قرآن مخلوق له دين دا قاس ويده كافر جزواني الله دي سلامت رأي يعني الله تعالى دين صفات رصدني مخلوق تش ويري إن قلان قلا وشي دائم بريا قديم بريا سبحانه وتعالى باك تروينا وي ربي سواد لهاي قيدا المضاف إلى الله أعيان وصفات الله تعالى دي نسبة إيزوي بور أجروا مخلوقتار والله تعالى دي حقيقي مخلوق تشير صفتار مثال ياز حتى يسمع كلام الله أبرز الله تعالى دي كلام وان قدال دي إنه وش أنا الله تعالى دي كلام يعني وين لا قيل دي شيء كذا أما مخلوق تشير الله تعالى دي صفتها وأما آيات ناقة الله تعالى دي ديوه إن صالح پیغمبر دي عليه السلام إن داغدا الله تعالى دي قدرت وش پیغمبر يلا هاي لشان تير ثبوت يز أقود نوي ديوه إن القرآن دا الله تعالى كي الله تعالى دي ديوه يعني لها جلتوش أما غير مخلوقي ومخلوقية أما الله تعالى صفات ركاتوش which is الله تعالى دي نسبته ونوا يعني الله تعالى دين ديوه يعني الله تعالى دي چخيسا آيات تيرويلي لشان تيرويلي الله تعالى دين قدرته وال حق پیغمبر قالور زوي إشارة تيرويلي الله تعالى داز شرف يز حق لانوا
وهاگانی الله تعالی وینه قنوی اکرام وی شرف لو الگنوی انسان دیز مثلا الله تعالی چیز عبادت ویدز عبد الله الله تعالی بده اما غیر مخلوق ادن صفت لها چالانی و مخلوق یما اما الله تعالی هاگا شرف گنه اخکاج نویلی عبد الله بيت الله الله تعالی قال این قیدارانی اکاکست خویها ابن خزيمة دي الشافعي الهدوكي ما أضاف الله إلى نفسه على معنيين أحدهما إضافة الذات والآخر إضافة الخلق الله تعالى چیز نسبته انه قرآن دا وياك حديث را جور معنى هو صد لهذه مخلوق تشير الله تعالى وجهين صفات تاريا يعني بيشيك هاي ما وعد لهذه بيشيكها تشير قيل دي الله تعالى خال نوع مخلوق تاريا وجنا قوي مثالني غاناي والحمد لله هاي دلدي تصوات قيدش نكالنا الله تعالى صفات را وإن شاء الله قيدة ترسنشنا الله تعالى ترار كاليز هذا معنى بيان قدا الله دوازد الله بزوچون ای ویرید لانی شرف لو ویرید لانی وینه اوی علم دچون فهم اوی غور دا اوی برخوی الله ای الله تعالی ترار دی چیز دعای عبادت ایدی مؤمن رك أوري آمين والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.